عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من حصاد أوروبا. أنا محمد جاسر، والنهاردة دي أول حلقة من قناتي اللي هنتكلم فيها في الكورة بشكل عام، وهنعمل حلقة كل أسبوع أو حلقتين على حصاد أوروبا وحصاد الدوريات. يعني حصاد أوروبا المفروض إنها تبقى يوم الخميس، يعني بعد ما دوري أبطال التلات والأربع. الحلقة تكون يوم الخميس، وحصاد الدوريات يعني ممكن تكون يوم التلات أو مثلا أو حاجة، لو في ماتشات بتيجي متأخر أو حاجة ممكن الحلقة تتأخر أو حاجة. أنا مشجع نادي ليفربول الإنجليزي، واللي خلاني أعمل القناة دي إن أنا بحب الكورة وبحب أتكلم في الكورة، بتفرج على ماتشات كتير. والفترة دي كنت حاسس إن أنا عايز أتكلم في الكورة كتير، وما كنتش بلاقي حاجة أطلع فيها الكلام اللي بقوله. فجه في بالي إن أنا أعمل قناة على يوتيوب وكده، وأنزل وأتكلم في الكورة براحتي، يعني من دون أي قيود أو أي حاجة. أنا لسه مخلص ماتش باريس وبرشلونة اللي انتهى بنتيجة 2-1 لباريس سان جيرمان في مونجويك قدام برشلونة. طبعا امبارح اتفرجت على ماتش ليفربول وجالاتا سراي، واتفرجت على هايلايتس يعني ماتشات سيتي وارسنال وكده، حتى نابولي وانتر. نابولي كسب 2-1، وسيتي اتعادل 2-2 قدام موناكو بعد ما هالاند يعني هالاند صراحة السيزون ده مقدم أداء جميل وعبقري بصراحة. يعني رجع تاني هالاند اللي احنا عارفينه. احنا السيزون اللي فات ممكن كنا شفنا هالاند في نسخة عشان إصاباته وكده، وسيتي كمان كان نسخته مش زي السيزون ده. السيزون ده سيتي يعني هو متعادل مع موناكو برضه، مش عارف اقول عليه ايه، بس هو سيتي احسن. يعني سيتي بيتحسن ستيب باي ستيب، جوارديولا بيتحسن وسيتي بيتحسن، وده شيء كويس. متعادل مع موناكو النهارده، لكن في لمحه وبالذات عن هالاند اللي انا بتكلم عليه دلوقتي. هو لعيب محدش يقدر يختلف عليه. يعني هو السنه دي ماسك فورمه، ودي حاجه كويسه. زي مبابي مثلا، ريال مدريد كسب كايرات الماتي 5-0 مع تألق لكيليان امبابي. هو امبابي ماسك فورمه برضو رهيبه يعني، وهو دلوقتي بالنسبه لي لو فضل على كده وريال مدريد كسبوا تشامبيونز ليج او عملوا حاجه، يعني ومبابي عمل حاجه مثلا مع فرنسا في كاس العالم، اعتقد هو هيبقى مرشح الاول للبالون دور، بالذات اللي احنا شفناه يعني. ارسنال كسب 2-0، وشفنا جيوكريس يعني بيحاول ان هو يثبت نفسه كده، راح بواحدة وحطها وجت في العارضة. مارتينيلي بصراحة يعني متألق، ومانع جمهور أرسنال من إن هو يتكلم عليه، وعامل شغل عالي قوي في كلعيب. ما بينزل بيعمل شغل وكده، حتى لما يبدأ أساسي بيعمل شغل. تروسرد برضو لعيب هايل، ماسك فورمة دلوقتي، كان يعني أرسنال كان هيبيعه، ودلوقتي اتطور وبقى يعتمد عليه كتير ارتيتا. تشيلسي كسب بنفيكا 1-0، اون جول. الكرة بتاعت جرناتشو جت اون جول، تشيلسي ماشي بخطى ثابتة. يعني عنده ماتش الأسبوع الجاي ضد ليفربول، وربنا يستر يعني يبقى في الستانفورد بريدج، وماتش هيبقى صعب جدا على ليفربول وعلى تشيلسي. ليفربول جاي من خسارتين، عايز يثبت نفسه، وتشيلسي برضو يعني مستواه في الدوري هو خسر آخر ماتش كان قدام تشيلسي، خسر قدام برايتون، وعايز يثبت نفسه بصراحة. يعني تشيلسي زي ما ليفربول برضو عاوز ما يخشش في دايرة الشك دي، اللي احنا يعني ماتش يا جماعة أعتقد تعثر عارفين يخش فيها، واحنا مش في يعني حمل للكلام ده. نتكلم على ليفربول، مشاكل ليفربول، نتكلم على ملحمة باريس وبرشلونة. الماتش كان جميل جدا حقيقي يعني، وكان مفتوح، وكان فيه هجمات هنا وهنا وكده. في مشاكل طبعا لبرشلونة، في مشاكل لباريس، كانت الإصابات وكده. هنتكلم على كل ده. تعادل برضه توتنهام قدام بودو جليمت، تعادلوا بعد ما خطفوا جونين في آخر كام دقيقة. هنتكلم عن ماتشات بقى زي ليفربول وجالاتا سراي وبرشلونة وانتر. هنتكلم عن الماتشات الكبيرة، يعني هنتكلم عن ماتش فريقي اللي هو ليفربول، وهنتكلم عن الماتش الكبير اللي هو ماتش باريس وبرشلونة. طيب خليني اتكلم على الماتش الاولاني اللي انا شفته امبارح، هو ماتش ليفربول وجالاتا سراي. اللي خلاني اصلا ان انا اعمل القناة وافكر ان انا اتكلم في الكورة هو الماتش ده، لان انا بصراحة يعني ما مش فاهم ارني سلوت امبارح. خلينا نبدا الماتش من الاول خالص. هو بدأ بتشكيل غريب بصراحة، يعني تشكيل انا اتفهمت فيه حاجة بسيطة بس، هي انه مريح صلاح عشان ماتش تشيلسي. ماشي، مقبولة.
مريح صلاح. ليه 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 مصمم انك تلعب بدومينيك سوبوسلاي في مركز الباك اليمين؟ ليه؟ انت عندك 2 لعيبه في المركز ده، كونر برادلي وجيرمي فريمبونج. ليه بتلعب بسوبوسلاي؟ انا مش قادر افهم ارني سلوت في الموضوع ده. افهمه في اي حاجه، في اي حاجه، لكن ما افهموش في سوبوسلاي، خصوصا ان سوبوسلاي هو اهم لاعب عندك في نص الملعب، هو اهم لاعب في الموسم مع جرافنبرخ، هو اهم لاعب في الموسم. انا ده اللي شايفه، ان سوبوسلاي من اهم لعيبه في الموسم من ساعه ما بدانا. لعيب مسك فورمه، لعيب ممتاز، لعيب بيقاتل في كل حته، لعيب انت بتلعبه باك وهو بيأدي برضه. النهارده امبارح قصدي في كرة عدت منه اللي هي في اول الماتش، اللي هي اول ما عدت انا قلت ان سوسلاي ده مش مكانه وهو مش مرتاح في اللعب في الحته دي. والكرة بتاعت البينالتي سذاجه يعني، يلمس ده باريش ده لبسها له يعني. ف فانا مش فاهم عند ارني سلوت، أنا مش فاهم هو بيعند مع مين، يعني هو بيعند مع مين وانت عندك 2 لعيبه اصلا. انا افهم انك تعمل كده في ماتش نيوكاسل، فريمبونج متصاب وبرادلي متصاب، تلعب بسوبوسلاي، ماشي، ده منطقي. هيأدي وأدى حلو قوي، ولعبت الماتش بعديه وأدى حلو برضه. خلاص ده يا معلم، مش عشان ماشيه، مش عشان ماشيه هتفضل مخليها زي ما هي، ما ده مش منطقي. انت عندك 2 لعيبه وشاري لعيب بفلوس، يعني انت اصلا شاري لعيب بفلوس عشان تعوض ترند. ليه تلعب بسوبوسلاي؟ انت محتاج سوبوسلاي في نص الملعب عشان البدني، وعشان لعيبه. احنا ما لعبناش كوره امبارح اصلا، يعني احنا لا احنا لعبنا كوره ولا جالاتا سراي لعبوا كوره. تشليت وضرب وبواني وتكالنج. الماتش ما تلعبش منه كتير اصلا، احنا ما عرفناش ننقل كام كوره، احنا اصلا ما كناش بننقل عامه يعني، بس احنا ما عرفناش نلعب كوره، ولا جالاتا سراي لعبوا كوره عامه يعني. اللي يقول لك جالاتا سراي راحوا علينا بهجمات ما عملوش فينا زي ما كريستال بالاس عملوا، هم يعني ما كانوش خطر. فحوار ان سوبوسلاي ده بيلعب باك انا مش فاهمه، بجد مش فاهمه. مش فاهم احنا دلوقتي بنلوم مثلا صلاح ان هو مستواه مش هو. لا انا لا لوم لا اقرع اللي قاعد بره ده، لا لومه عشان انا مش فاهمه. احنا مفيش ماتشين بدأنا بنفس التشكيل، مفيش ماتشين ورا بعض بدأنا بنفس التشكيل، ولو بدأنا بنفس التشكيل يبقى اختلاف ادوار. يعني لو هي نفس العناصر ففي اختلاف الادوار. مش ممكن يعني انا كمحمد صلاح دلوقتي افهم ازاي الباك اللي بيلعب جنبي ده وانت كل شويه تغيره لي. انا كنت متعود على واحد انت تغيره لي. برادلي غيرته، فريمبونج دلوقتي فريمبونج طيرته، هات لي سوبوسلاي. فريمبونج ازاي يتاقلم مع الفرقه وانت كل شويه توديه مركز؟ مش ممكن يعني. عايز ده لعيب لسه جديد يعني. سوبوسلاي ممكن اتفهمها شويه، لكن فريمبونج انا عايز اتاقلم يا عم، وديني مركزي باك خليني العب فيه وخلاص. انت كل شويه تخرجه بعد الدقيقه 60 اصلا. مش اصابه ايه اللي انت خايف عليها بقالك قد كده دي؟ لو انت خايف على منتخب هولندا ولا انا مش فاهم يعني. مش ممكن كل شويه يخرجوا بعد الدقيقه 60 او بعد الدقيقه 50. يا معلم اديله فرصه، لعبه 90 دقيقه. فريمبونج ما لعبش 90 دقيقه لحد دلوقتي، انا هتجنن. مش ممكن يعني لعيب انت شاريه وهو خلاص المفروض ان هو تعافى من الاصابه اللي مصطفى من التوقف الدولي اللي فات. المفروض احنا لعبنا ماتشات خلاص، المفروض ان هو جاب فورمه يعني. خلاص لعبه 90 دقيقه كامله بقى، لعبه في مركزه، مش كنت توديه جناح وبعد كده ترجعه تلعبه شويه مع سوبوسلاي، تلعبه شويه مع برادلي، تلعبه شويه مع صلاح. طب هو يفهم صلاح ده ازاي؟ وصلاح يفهمه ازاي؟ عايز صلاح ازاي يتاقلم مع اللعيب اللي لسه جاي وهو يتاقلم معاه ازاي؟ مش ممكن يعني. انا مش فاهم اسلوب بيعند مع مين. مره كيركز ومره روبرتسون. وكيركز ده برضه مش فاهم له يعني. كيركز بالنسبه لي شيء سيء، انا المفروض النهارده عنه منش. مش ممكن فرق جبار، مع ان كيركز احنا كنا عايزينه يعني. هو احنا ما لبسناش كيركز ولا حاجه، احنا كنا عايزين كيركز. كل مره الكرة مثلا يبقى المفروض ان هو يطلع بيها لقدام، لا احنا نلف ونرجع لفان دايك. لا فان دايك كان باصي لكوناتي. المره دي هنباصي لكيرتس جونز. يا سلام عليك يا عم، اطلع قدام يا عم، افتح شويه زيد. وما يفتح الاوفرلاب جولف وما يلعبلوش. يا سلام عليكم، يا سلام عليكم انتوا الجوز، يا سلام على الجبهه دي. حاجه تشيل يعني. بصراحه امبارح ده من اسوأ الماتشات اللي اتفرجت فيها على ليفربول. مش ممكن، احنا مش عارفين نعمل اي حاجه، واللي بينزل اسوأ. يعني صلاح ينزل اسوأ، ايزاك وصلت له الكوره 4 مرات. ايزاك يعني انا عندي لعيب بحارب عليه الصيف كله وفي الاخر يجي لي ما اعرفش استفيد بيه. مش زي دي يلمس الكوره 4 مرات؟ ده منطق؟ فيرتس ده حكايه. انا مش عارف احنا لبسناه بقى ولا ايه يعني. أنا مش هقدر اقول كده لان هو لا
الواد لعيب، الواد كواليتي، الواد متجرب. انا مش اول مره اتفرج على فيرتس، اتفرجت عليه في ليفركوزن، اتفرجت عليه في المانيا. فكون انك مش عارف تشغله دي مشكلتك يا معلم، دي مشكلتك يا اقرع، دي مشكلتك، مش مشكله فيرتس. فيرتس عنده مشاكل، فيرتس عنده مشاكل كتير. بيتاخر كتير قوي في الكوره، بيباصي ببطء شديد يعني. الكوره، خلص نفسك في كوره اقسم بالله. خرج بالكوره، اتلعب بالكوره من ورا وخرج بيها وطول فيها قوي لدرجه ان انت عمل عليه فاول. ليه يا معلم؟ ما تخلص من الكوره بسرعه، ما انت ممكن تروح مرتده وننجز. هو جربه في كذا مركز ولا مركز نفع فيه بصراحه يعني. فانا مش فاهم فيرتس امتى هيشتغل. احنا بقالنا لاعبين 9 ماتشات دلوقتي فيرتس لعبهم ما عملش يوم ولا اسيست ولا جون. عيب، بجد عيب يعني. ايزاك اللي جه جاب جون. ففيرتس محتاج يفوق، ومحتاج ان سلوت يديله رول معين في الملعب يعمله. انت هتخش من الطرف وانسايد ان، ولا هتلعب 10، ولا تبقى جناح. لازم انت تعرفه هو يلعب فين وتثبته في مركز بقى شويه. خلاص هيلعب جناح يلعب جناح، هيلعب نمرة 10 يلعب نمرة 10، هيلعب من الطرف ويخش لجوه يلعب من الطرف يخش لجوه. لكن مش كل شويه تنقله. ما هو برضه ده برضه غباء. ما انا برضه مش هبقى كلاعب مش هبقى مرتاح وانت كل شويه تنقلني في مركز. فخسرنا ماتش جلاتا سراي بشويه تفاصيل غبيه يعني. وانا متضايق من ليفربول الصراحه يعني. احنا عندنا ماتش الاسبوع الجاي قدام تشيلسي، وما عنديش اي امل بصراحه. عندي ثقه في اللعيبه وعندي ثقه في سلوت برضه. يا جماعه جايب لنا دوري وهو كان بيلعب بلعيبه نونز ودياز يعني. فانا واثق فيه، هو مدرب كويس. بس انا محتاج اشوف المدرب الكويس ده هيعمل ايه مع النجوم دي. انت عندك احنا لو ما خرجناش ببطوله السيزون ده يبقى احنا بنهزر. احنا عندنا تيم جبار، ولازم تخلقوا كيمستري يا جدعان. بجد لازم تخلقوا اتصرفوا يعني. احنا اول مره ليفربول يصرف الصرف ده، ولما نصرف مش عارفين نكسب كاس بالاس وجلاتا سراي. مع احترامي يعني للثنائي، مش ممكن. لا احنا مصدقنا صرفنا، جبنا كل اللي نفسنا فيه. فيرتس كل العالم كان بيتخانق عليه. ايزاك احسن مهاجم في العالم يعني، بعد هالاند مثلا او حاجه. لا كيركز الدوري كله كان بيتخانق عليه وعايزه. فريمبونج لعيب بوتنشال ولعيب هايل مع ليفركوزن كان يعني احنا شفناه. كل دول لعيبه جامده. حتى مع مرداشافيلي اللي هيبدا الماتش الجاي لعيب كويس. فخلاص انت ليوني برضه قبل ما يتصاب انت كنت جايب صفقه عظيمه يعني. انا زعلان جدا عليه لان مستوى كوناتي سيء. كويس ان انا بقى افتكرت اصابه ليوني، لان كوناتي كارثه كارثه. لا يا معلم، عايز تروح مدريد روح مدريد دلوقتي، دلوقتي حالا. مش ممكن. لا باصات باهمال وسوء مش طبيعي. كوناتي سيء سيء بقاله ماتشين كارثه، كوارث دفاعيه. باصات غلط، والتحامات غلط، وارتقاءات غلط، كله غلط كله غلط في غلط. بيعمل كل حاجه وحشه. كوناتي بيعمل كل حاجه وحشه. انا مش فاهم هنفضل كده لحد امتى يعني. كوناتي هنفضل كده لحد امتى؟ وحش قوي كوناتي بصراحه يعني سيء. ومسوق فان دايك يعني. هو مخلي فان دايك شكله وحش كمان. فان دايك النهارده امبارح ما كانش كويس برضه يعني. هو ممكن في الكور العاليه جابها من اوسمن معظمها يعني. لكن احنا بنواجه مشكله في الطلوع بالكوره برضه. لما جرافنبرغ بيتمسك عليه مان، انسى يا معلم. خلاص انت مش هتعرف تخرج بالكوره خالص. جرافنبرغ هو اللي بيخرجها بالكوره. راح جرافنبرغ اوسمن مع جرافنبرغ، خلاص انسى، مش هتعرف تخرج بالكوره. طب ما دي مشكله. انت ما عندكش اي طريقه بالخروج بالكوره غير من جرافنبرغ. لازم تتصرف يا معلم، لازم تشوف حل. لان هو لو اتمسك جرافنبرغ ده خلاص انت كده هتفضل قاعد في 18 يعني ولا ايه؟ فليفربول محبط الحقيقه يعني بعد اللي احنا شفناه ده. طول الماتشات راح بيبقى قاعد حاطط ايده على قلبه وهو بنكسب وبنكسب. دلوقتي مبقناش بنكسب، فاحنا محتاجين نشوف حل. فاتمنى ان الماتش الجاي اطلع اتكلم وانا فرحان واقول ان ليفربول شد حيله، ليفربول رجع ليفربول، ان ليفربول المشاكل اللي عنده اتحلت، ان فيرتس جاب جون، ان فيرتس عمل اسيست، ان ايزاك اشتغل، ان صلاح اشتغل، ان فريمبونج لعب 90 دقيقه. دي برده مشكله بالنسبه لي. ان فيرتس لقى مكانه، ان صلاح وفريمبونج يفهموا بعض. يا اما صلاح وبرادلي وانت بقى ماشي فريمبونج مش لاقي معاك خلاص مشيه. ما فريمبونج ده مش جناح، هو باك. انت جايبه على اساس ان هو باك مش جناح.
جناح ده ان شاء الله بقى هات بقى بديل لصلاح، لكن ما تزهقناش ارجوك، ارجوك. امبارح احسن لاعب في الماتش كان كيرتس جونز بالنسبه لي. دي مصيبه. انا في اوقات كنت بقول يا رب جوميز ينزل بعد كوناتي. ف فليفربول زي ما قلت محبط. اتمنى ان شاء الله الاسبوع الجاي يعني يبقى احسن يعني، ونعمل اداء احسن من اللي انا شفته امبارح يعني. طيب الماتش التاني وهو ماتش باريس وبرشلونة. برشلونة وباريس. باريس بدأ الماتش تشكيل، طبعا شوفنا التشكيل بدأ من باريس تشكيل يعني انا استغربت بيه يعني. انا ما كنتش كنت عارف ان ديمبلي غايب، بس ما كنتش عارف ان دوي كمان غايب. ف كنت شايف في الاول ان جواو نيفيس هو اللي كان بادئ، وبعد كده كمان زاير إيمري هو اللي بدأ. التشكيلة يمكن ما كانش فيها غير خط الدفاع، حكيمي، منش، وباتشو، و اللي كان بيلعب جنبه زبرني. فباتشو وزبرني ومنش و حكيمي، اللي هم احسن 2 لعيبه، احسن باكين في العالم يعني. باريس بتمتلك احسن فول باكس في العالم، مش طبيعيين. ومنش وحكيمي هم سبب الفوز النهارده طبعا يعني، وبذكاء طبعا من انريكي. طب قبل الماتش، خلينا نبدا قبل الماتش شويه بلامين يامال، عشان مش هحل لامين يامال النهارده، عشان انا مستحرم الواد ده بصراحه يعني. بس مستحرم دماغه دي في رجله. انا مستحرم دماغه في رجله بجد، لان لامين يامال لعيب خطير. عمل واحده في اول الماتش جابت لي صداع، دخل فيها فيتينيا، مش فاكر كان معاه مين. خطير، لا خطير. كدريبلينج كترقيص وكده مش طبيعي. بس يا معلم ركز في الملعب. مش ممكن كل رمي التماس تروح لجون. يلا يا بابا اهدى، يا بابا اهدى يا حبيبي. مش ده انت خرجت، بس خرجت من الطرف، دخلت لجوه، لعبت كام كوره، سبت نونو منش لوحده. عيش، عيش يا معلم. انا مش فاهم ازاي فليك ما خلاش لامين يامال يلزق في نونو منش. اهريه زي ما عملت في دي ماركو كده، اهري نونو منش النهارده. كل ما يجي لك ترقصه خليك معاه على الخط، ما تسيبوش. خصوصا ان لامين يامال اصلا ما بيرجعش يدافع، ونونو منش بيهاجم كتير. فانت فضلت تفضل على الطرف بقى يا معلم. مش نونو منش اصلا بيطلع، فما هو بيطلع خليك انت بقى على الطرف. لامين يامال ما كانش على الطرف النهارده، كان بيدخل كتير قوي لجوه، فسايب الطرف لنونو منش. ونونو منش قازح ما شاء الله عليه، خطير. حتى في الشوط الثاني نونو منش بقى خلاص جناح، ونزل لوكاس هرنانديز، ولوكاس هرنانديز برده ما حلش لامين يامال. ساعتها لامين يامال بقى بيدخل على الطرف. خلاص لوكاس هرنانديز اصلا مش هيطلع، هيفضل قاعد لك، هيفضل قاعد لك مش هيحلك. نونو منش خلاص بقى جناح، هو طار وساب هرنانديز مع لامين يامال، ما بيقعدش يرجع حتى قليل بقى بيرجع. هرنانديز تكفل بلامين يامال. عايز برضه اتكلم النهارده على بيدري. بيدري يا جماعه ممتاز. واتكلم على بيدري، وان احنا النهارده شفنا المركز 11 في البالون دور والمركز الثالث في البالون دور. المركز 11 اكل المركز الثالث في البالون دور النهارده في الملعب. فيتينيا كان خطير النهارده برضه، عشان ما اخسفش في فيتينيا الارض. بس فيتينيا كان في كذا كوره، كذا كوره كان ممكن ان هو يلعبها لقدام ويودي كذا لعيب، وبرضه بيرجع لورا. مروان عطيه قوي بصراحه يعني. فيتينيا مروان عطيه قوي يعني. مروان عطيه زي بياخد الريسك عن فيتينيا. فيتينيا كان عنده كذا كوره النهارده يلعبها، ولما كان بيلعبها كان بيلعبها بشكل سيء، سيء. غير بيدري. بيدري الكوره تطلع من رجله جميله يا جماعه. الجون اللي جابوه النهارده ده فيجن من بيدري. شاف راشفورد، وراشفورد من لمسه واحده برضه عظيم يعني. وفران توريس كل المجهود الرائع اللي هو بيقدمه يعني. لكن بشويه تفاصيل صغيره برشلونه خسر النهارده. التفاصيل دي عملها طبعا لويس انريكي. لويس انريكي وده اللي يقول لك الناس اللي زي اللي كانت بتقول ان ديمبلي ما يستحقش البالون دور عشان باريس. عشان النهارده يا جماعه، النهارده باريس سان جيرمان بتلعب من غير دوي ومن غير ديمبلي، اللي هم من احسن 2 لعيبه في الفرقه يعني. ولا الهوا الواد مباي ده والمهاجم اللي جاب الجون، ايه كانك بتتفرج على ميسي وسواريز. مش ممكن يا جماعه. ايه ده، ايه ده؟ المنظومه يا جماعه، المنظومه. عشان كده بنقول ان المنظومه هي اهم حاجه في الفرقه. السيستم. غاب لعيب، غاب 2، غاب 10،
اللي بينزل بيبقى عارف هو هيعمل ايه. انا هعمل نفس اللي ديمبلي بيعمله، وانا هعمل نفس اللي دو بيعمله، مش هتفرق. امباي والواد المهاجم اللي جاب الجون ده احسن من باركولا النهارده اصلا يعني، عشان هما في منظومه وسيستم. عشان كده الناس كانت بتقول زي ما انا كنت بقول مثلا ان ديمبلي ما كانش يستحق بالون دور، او مش اللي هو يعني مش هو اللاعب المؤثر زي صلاح مثلا لما كان مؤثر مع ليفربول. لما صلاح كان بيجيب من ليفربول في كارثه بتحصل. مش زي مثلا باريس، ديمبلي غاب، اي حد غاب، باريس زي ما هي. باريس تكسب برشلونه النهارده من غير ديمبلي اللي هو واخد البالون دور عادي، اللي هو عادي اصلا يعني، او كسبانين في اخر دقيقه الشوط الثاني. باريس فشخت برشلونه يعني، معلش فشخت برشلونه. في الشوط الثاني فضلوا زانقين برشلونه، وبرشلونه بيلعب على المرتدات. المرتدات اللي هو لامين يامال مش عارف يعمل فيها حاجه، وبيدري اما اتمسك خلاص. انت زي جرافنبرخ كده، بيدري لما بيتمسك انت متعرفش تخرج بالكرة خالص خالص، ما بتعرفش. و... وحوار الاوفسايد انت اتضربت بيه النهارده وخسرت بيه الماتش، عشان انت نزلت بلدي في اخر دقيقة وكريستنسن اللي باعوا القضية في اخر كام دقيقة، واللي لبسته جون ساذج يا جماعة. كلنا عارفين ان حكيمي يلعب الكرة دي، كلنا عارفين ما عدا بلدي يعني، كلنا عارفين ان حكيمي يلعب الكرة دي، فغايب ومش ضابط الاوفسايد، فبالتالي لبست جون وخسرت الماتش وخسرت الثلاث نقط وخسرت ماتش كبير قوي، وماتش هيفرق معاك. سيبك اما 3 نقط يعني ممكن ما تكونش فارقه في الحسابات، ممكن برشلونه يخلص فوق باريس اصلا عادي. بس انا بتكلم في ان انت كنت جاز على الماتش ده وعايز تنتقم يعني من باريس اللي عملوه فيك، وايام اروخو وطردو ومش عارف ايه وايام تشافي. لكن انت النهارده ضيعت فرصه الفوز بالنسبه لك. برشلونه كانت، انا في ناس صحابي كانوا بيقولوا لي برشلونه تنزل تكسب 6 تشكيل مضحك يعني. لكن باريس فاجئ برشلونه بصراحه، ممكن اقول ان باريس فاجئ برشلونه باللعيبه بالتغير اللي حصل. لان احنا كنا بنشوف حكيمي ونونو منش كجناحات، اصلا جناحات طايره، ودي احسن حاجه بصراحه كانت في انريكي النهارده، ان هو ما خافش. لا انا متصاب مني لعيبه فانا هرجع ادافع، لا لا طير لي يا ابني من نونو منش، طير لي حكيمي، خلي نونو منش يرجع يهاجم خلاص، يبقى في ال 18. نونو منش عمل اسيست وحكيمي عمل اسيست النهارده. فده باين لك قد ايه مدرب واثق في لعيبته، واثق في فريقه، واثق في السيستم وفي المنظومه. انا النهارده متصاب من عندي اهم 2 لعيبه في الفرقه، ومش جبان ومش بدافع، انا بهاجم. انا زي برشلونه في نص ملعبها، انا بضغط على برشلونه. انا السكند بول كلها بتاعتي، كل السكند بول بتاعت باريس سان جيرمان. انا لو اجيب لكم الاحصائيات، باريس سان جيرمان النهارده في سكند بول ممتاز. في كوره برضو اتلعبت مش عارف لامين يامال لسه هيروح المرتده، لقيت لوكاس هرنانديز طاير جاي ياخد الكوره. فباريس النهارده بالشخصيه كمان كسب برشلونه، صدقوا ومدرب صدق فيهم وامن فيهم، ونفتح ونهاجم هنكسب. وده اللي حصل فعلا، حكيمي اسيست ونونو منش اسيست. طير لي يا ابني الباكات وافتح الملعب ومرتدات، اللي انا مش قادر اتفهم ان برشلونه مش قادر افهم ان برشلونه ما استغلش المرتدات دي. لامين يامال اللي هو طلع قعد ينزل ستوريز وهنتقم وانا ابقى ام باك فين يا جماعه؟ ما جيتش النهارده، لامين يامال ما جاش النهارده، ما جاش. وخساره يا جماعه، اللعيب ده في دماغه دي بصراحه. طول الوقت مركز ان هو يحمس الجمهور، مش مركز ان هو يلعب. عدى واحده في اول ماتش قلت خلاص يمين الماتش ده بتاعه، هياكل نونو منش التراب النهارده. نونو منش بعديها بكوره راح متركز عليه، لامين يامال خدها منه نونو منش وخلاص. انسى لامين يامال بعد الكوره دي ما جاش. التعديه لامين يامال حاول يعديها نونو منش قضاها منه، لامين يامال ما جاش بعديها. عمل واحده لفران توريس بس، كل الكوره تجيله يلعبها بوش رجله. يا عم 1 على 1 بقى، عدي. لا انا العبها بوش رجلي، يابا عدي يابا، انا العبها بوش رجلي. طب وبعدين؟ مش ممكن، ما انت مش ميسي يعني. فنفسي يمين يامال يركز في الملعب، نفسي بجد. احنا نقول الكلام ده احنا لو زيه هنعيش الدور، بس لا بجد خساره لعيب زي ده بكواليتي زي دي، كواليتي خطيره يعني محدش يقدر يتكلم عليها، وتبقى بالدماغ دي. فباريس ناقص حق الفوز. باريس هاجم فكسب. برشلونه عنده مشاكل دفاعيه لازم يحلها،
عنده مشاكل في الإصابات برضه، دي يعني دي مشكلة كبيرة. عنده مشاكل في حوار الأوفسايد ده. حكيمي ومنش صراع قوي، ولعيبه باريس صراع جدا. فالنهارده حوار الاوفسايد ده اتضرب كتير كتير قوي، وباريس راحوا بهجمات كتير موت بسبب حوار الاوفسايد ده. فباريس ما اعتقدش انها كانت تنفع معاه حوار الدفاع المتقدم ده، لان هو ما نجحش النهارده خالص. احنا ما شفتش ان هو نجح تماما. فباريس كسب النهارده برشلونه 2-1. جونزالو راموس والواد المهاجم ده مش عارف اسمه ايه، اسمه مابول، هو جاب جون في الشامبيونز ليج. وده يقول لك ان هو مش بالصدفه النهارده، يعني واد لعيب ومدرب. اهم حاجه في اللعيب ان المدرب يمديله ثقه، وانريكي يمد الثقه للعيبه النهارده، عشان كده هم كسبوا. فبرشلونه عندها مشاكل محتاجه تحلها، محتاجه تتغير من طريقتها شويه، محتاجه ان ديونج يبتدي يحاول يساعد بيدري في ان هو يطلع بالكوره. يعني ديونج ما بيساعدش بيدري خالص في طلوع بالكوره. بحس ان بيدري هو الوحيد اللي عنده الملكه ان هو يطلع برشلونه بالكوره. لازم ديونج يساعده في الموضوع ده، ما يبقاش بيدافع بس. ف... فمبروك جمهور باريس سان جيرمان، وهارد لك لبرشلونه الخساره. واتمنى ما اكونش طولت عليكم النهارده في الحلقه، واتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم رأيي يعني المتواضع في ماتش ليفربول وجالاتا سراي وبرشلونة وباريس. وإن شاء الله الأسبوع الجاي أكون معاكم بعد ماتشات الدوريات، الدوري الإسباني والإنجليزي وبقية الدوريات وكده، ونطلع نتكلم ونحكي إن شاء الله في حصاد الدوريات. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.